الدكتور ده لما كان بيكشف على البنت بيقول احنا لازم نوريه للناس كلها من غير كسوف، والبنت اول ما بتسمع بتتصدم من اللي سامعاه، وبتطلع الدكتوره صاحبتها وبتقول له فعلا احنا لازم نوري للناس كلها حبنا لبعض من غير كسوف، بس البنت بتكون فاهمه غلط خالص. وبعد ما بيخلص كشف بيقول للبنت الدكتوره صاحبته تيجي نخرج النهارده، وبتقول له ماشي هستناك. وبعد ما بيمشي البنت بتزعلها وبتقول لها الولد ده مش كويس واناني، وبتيجي برضه بنت صاحبته ثالثه وبتقول لها هي عندها حق ده مش كويس خالص، وبتقول لهم بس انا لو رفضت ممكن يمشيني من الشغل. وصاحبتهم بتقول لهم استنوا انا عندي خطه. وبعد ما بتروح تقابله في المطعم البنت بتقول له الصراحه ما اكدبش عليك انا صايعه بتاعت ولاد، وبروح البيت بعد الفجر وخربت الدنيا. ولالا بيفرح وبيقول انا بحب الانحراف وعادي، وبتتصرف عشان الولد بالنسبه له عادي، وبتروح تقول لاصحابها ان الخطه فشلت. وبعد كده عشان تكرهوا فيها بتطلب اكل فراخ واكل كتير، وبعد ما بيجي الاكل بتاكل اكل بفجع وكانها بقالها سنه ما كلتش عشان تكره الولد فيها. والولد برضه بيبص عليها وبيكون معجب بيها، والبنت بتكون مش عارفه تعمل معاه ايه. وبعد ما بتخلص اكل البنت من كتر الاكل اللي اكلته نفسها بيتقطع وفي حاجه بتقف في زورها، بس الدكتور وبيفضل يدوس على بطنها كتير لحد ما بتقدر تراجع كل اللي واقف في زورها، وبيقول لها طالما انا معاكي مش هتحتاجي ولا مستشفى ولا دكاتره. بس البنت بتاني الولد طيب وغلبان وما طلعش وحش زي ما اصحابها قالوا، وبيحبوا بعض فعلا وبيفضلوا كل يوم يخرجوا مع بعض لحد ما في يوم البنتين بيشكوا فيها وبيراقبوها بيلاقوا انها بتخرج مع الولد.